ازيكم؟ تعالوا النهارده بقى نعمل مع بعض كبده اسكندراني وسجق اسكندراني ينافسوا كبده وسجق عز المنوفي بذات نفسه. وهنعمل كمان شويه طحينه كده هتطلع زي بتاعتهم بالظبط، وهقول لكم بيعملوا ايه عشان تطلع تقيله كده. في الاول كده هبدا بالكبده. عندي هنا معلقه من التوم كبيره، قد مثلا نص راس توم كده. الكلام ده على نص كيلو كبده. احط عليهم شويه فلفل اخضر بارد او حراق، واحط عليهم شويه كمون وشويه كزبره وشويه خل، وهفرم كل ده بقى في الكبه في المطحنة عشان يطلع ناعم خالص. في صينية كده حطيت فيها شوية زيت، هنزل بمعلقة كده من الخلطة اللي عملناها دي، وهقلبها كده. اول ما ريحة التوم تطلع هنزل عليه بالكبدة. الكبدة ما بغسلهاش عشان لو جه عليها نقطة مية واحدة هتزفر، فالكبدة ما بتتغسلش. هشوح فيها كده لحد ما لونها يغير. انا بحب قوي اعمل الكبدة في صينية ألمونيا، فالكبدة والسجق بالذات كمان الكبدة لما لونها غير كده نزلت عليها برشة فلفل اسود، وكنت مقطعه شويه فلفل اخضر كده هحطه بارد بقى او حراق اللي انتوا تحبوه. هشوح بقى كل الكلام ده مع بعض، وهزود عليهم تاني معلقتين كمون، معلقتين كده صغيرين. الكبده بتحب الكمون جدا. ونزلت كمان ببقيه الخلطه دي بقى، واشوح بقى كل ده مع بعض. هظبط بقى الملح، حطيت كده معلقه متوسطه من الملح، واسيبهم بقى على النار لحد ما يستووا. وقبل بقى ما اطفي عليها بدقيقتين كده هحط عليها عصير ليمونتين عشان الليمون ما يمررش. هقلب بقى كل الكلام ده في بعض، وكده نبقى خلصنا الكبده. ندخل بقى على السجق. في طاسه سخنه كده هنزل بالسجق، نص كيلو من السجق. مش هحط في الطاسه اي دهون عشان السجق هينزل الدهون بتاعته. اول ما يشد ويخش في السوا هقطعه حتت صغيره بالمقص. ممكن ما تقطعوهوش براحتكم، بس انا بحب كده اللقمه تبقى سهله عليا في اللقمه يعني. لما تتشوح بقى كده شويه هنزل عليهم ببصلايه كبيره مبشوره، اشوح فيهم كده كويس مع بعض كام دقيقه كده بس لحد ما يدبلوا شويه صغيرين. وبعدين هنزل عليهم بفلفل اخضر بارد او حراق براحتكم، وهحط كمان نص معلقه صغيره كده من الثوم، واشوح بقى مع بعض لحد ما ريحه الثوم تطلع. هنزل عليهم بعد كده بطماطميتين كبار مبشورين. هحط عليهم بقى نص معلقه صغيره كده فلفل اسود، ورشه بسيطه من السبع بهارات. هشوح بقى كل الكلام ده مع بعض، وهظبط الملح، وهحط شويه ميه صغيرين عشان الطماطم تتسبك. هسيبهم بقى كلهم يتسبكوا مع بعض، وكده نبقى خلصنا كمان السجق. يلا كمان بقى نعمل شويه طحينه احلى من بتاعه بره. بتاعه بره كمان بيزودوها عيش. هما بره بيعملوها بالميه المغليه علشان تتقلها، وعشان تقعد معاهم اليوم كله من اوله لاخره من غير ما تحمض، فبيحطوا ميه مغليه. هزود بقى كده الميه بالتدريج لحد ما اوصل للسمك اللي انا عايزاه، مش تقيله قوي ومش خفيفه، في الوسط كده. هزود كده بالتدريج بقى لحد ما اوصل للشكل ده. احط عليها بقى كمان كده معلقتين خل. اعمل حساب الخل عشان ما اجيش ازود الخل الاقيها بقت ميه خالص. هحط عليها بقى ربع معلقه كده من الملح، وربع معلقه من الكمون، ورشه بسيطه خالص من الشطه. هقلبهم كده كويس مع بعض بقى، وبس كده تبقى الطحينه خلصت معانا. احنا بقى عملنا الكبده والسجق في الفينو. انتوا ممكن تاكلوها بالطريقه اللي انتوا عايزينها، ممكن تعملوا جنبها مكرونه او رز بسمتي، ممكن تاكلوها في فينو او في عيش بلدي براحتكم. حطيت كمان عليها شويه طحينه كده، وكمان عصره ليمون، وكده تبقوا عملتوا احلى كبده وسجق ولا عز المنوفي بذات نفسه. جربوهم بقى وقولوا لي رايكم، ولو عجبوكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب، ودوسوا على الجرس عشان يوصل لكم كل الوصفات اللي بنزلها. وحابه اقول كده حاجه اخيره، انا بحب اشكر كل واحد عمل لي لايك، كل واحد بيسيب لي كومنت حلو، ومبسوطه جدا بال 360 اللي عندي. هم رقم بسيط جدا، بس انا مبسوطه قوي ان انا في ناس حبتني وتابعتني. وشكرا جدا ليكم، ودايما كده مع بعض ودايما في ظهري يا رب. واشوفكم على خير بقى ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. باي.